يا ترى كيف يقدر المساعد الذكي يفرق بين شغل قائمة تشغيل العمل وشغل قائمة عمل التشغيل؟ هي نفس الكلمات تقريبا بس المعنى مختلف تماما. هذا واحد من أعمق أسرار الذكاء الاصطناعي. في الشرح هذا رح نكشف الخدعة الهندسية اللي تخلي الآلات تفهم إن ترتيب الكلمات هو كل شيء. خلونا نبدأ بهذا المثال الكلاسيكي جدا. على اليسار عنا رجل يعض كلبا، وهذا خبر غريب أكيد. وعلى اليمين كلب يعض رجلا، وهذا شيء عادي وممكن يصير. الكلمات هي نفسها بالضبط، ما تغير شيء، لكن مجرد تبديل بسيط في الترتيب قلب المعنى بالكامل. بالنسبة لنا كبشر الفرق واضح ومباشر، لكن بالنسبة للآلة هذه هي المشكلة الأساسية اللي لازم تنحل. إذن هذه هي الحقيقة الجوهرية اللي لازم نستوعبها. المعنى مو بس في الكلمات نفسها، لكن في تسلسلها وترتيبها. هذا هو المبدأ اللي أي ذكاء اصطناعي لازم يتقنه عشان يكون مفيد فعلا. وهنا نوصل للسؤال المحوري. معمارية الترانسفورمر اللي هي أساس نماذج مثل GPT ولاما بتشوف كل الكلمات في الجملة في نفس اللحظة مرة واحدة وبشكل متوازي. طيب كيف مع هاي الطريقة بتقدر تدرك الترتيب الدقيق هذا اللي يغير المعنى كله؟ تمام، خلونا نتعمق في هذه المعضلة. عشان نفهم الحل لازم أولا نفهم طبيعة المشكلة نفسها. كيف ترى هذه الآلة اللغة أصلا؟ شوفوا، النماذج القديمة مثل ال RNN كانت تقرأ الجملة كلمة بكلمة بالترتيب، يعني بطبيعتها كانت تعرف تسلسل الكلمات. لكن الترانسفورمر عشان يكون أسرع وأكثر كفاءة يعالج كل الكلمات في نفس الوقت بدون أي معلومة إضافية. جملة أنا أحب الذكاء الاصطناعي راح تبدو له تماما مثل الذكاء الاصطناعي أحب أنا، وهذه كارثة بالنسبة للمعنى. وهنا يجيها الحل العبقري، الترميز الموضعي أو البوزيشنال انكودينج. الفكرة بسيطة بشكل مدهش. إذا كان النموذج ما يعرف ترتيب الكلمات بطبيعته، ببساطة إحنا رح نقول له هذا الترتيب بشكل صريح، كأننا نعطي كل كلمة عنوان رقمي يحدد مكانها بالضبط في الجملة. بشكل رسمي أكثر، الترميز الموضعي هو مجرد متجه، يعني مجموعة أرقام تنضاف لتمثيل كل كلمة. هذا المتجه ما يوصف معنى الكلمة، لا، هو بس يوصف مكانها. هل هي الكلمة الأولى، الخامسة، أو يمكن الكلمة 20 في الجملة؟ خلونا نبسط الموضوع أكثر. كل كلمة في النموذج لها تمثيل رقمي لمعناها، وهذا نسميه word embedding. اللي يسويه الترميز الموضعي هو أنه يأخذ متجه ثاني يمثل الموقع، وببساطة يجمعهم مع بعض. يعني معناه الكلمة زائد موقع الكلمة يساوي التمثيل النهائي اللي يشوفه النموذج. وهذه هي المعادلة اللي تلخص كل شيء. التمثيل النهائي للكلمة هو ببساطة مجموع متجه المعنى ومتجه الموضع. مجرد عملية جمع بسيطة هي اللي تحل مشكلة عمى الترتيب عند الترانسفورمر. لكن كيف ننشئ متجهات الموضع هذه؟ الطريقة الأصلية ما استخدمت مجرد أرقام عادية مثل 1 2 3. لا، اعتمدت على شيء أكثر أناقة وذكاء: سحر الموجات الرقمية. الفكرة كانت استخدام مجموعة من الموجات بترددات مختلفة عشان تخلق بصمة رقمية فريدة لكل موقع في الجملة. كل موقع من الأول إلى الألف يحصل على نمط موجي خاص فيه مستحيل يتكرر. طيب ليش هذا التعقيد؟ ليش استخدموا دوال الجيب وجيب التمام بالذات؟ لثلاثة أسباب جوهرية. أولاً، هذا يضمن أنه كل موقع له ترميز فريد. ثانياً، الطبيعة الدورية لهذه الموجات تخلي النموذج يفهم العلاقات النسبية بين الكلمات، يعني يقدر يعرف كم تبعد هذه الكلمة عن ذيك. والأهم من كل هذا أنه يسمح للنموذج يتعامل مع جمل أطول بكثير من اللي تدرب عليها، وهذه ميزة قوية جداً. لكن القصة ما انتهت هنا. مع تطور النماذج تطورت معها طرق الترميز. خلونا نشوف كيف تغير هذا المفهوم من شيء ثابت إلى شيء متعلم. هذا الجدول يلخص لنا القصة بشكل ممتاز. عندنا 3 أجيال. الجيل الأول هو الثابت اللي تكلمنا عنه بمعادلات رياضية محددة مسبقة. الجيل الثاني اللي استخدم في نماذج مثل GPT-2 هو المتعلم، يعني تركوا للنموذج مهمة إنه يتعلم بنفسه أفضل تمثيل لكل موقع أثناء التدريب. والجيل الثالث والأحدث هو الدوراني أو روب المستخدم في نماذج مثل لاما، وهذا يتبع نهجا مختلفا تماما. خلونا نركز على هذا الجيل الأخير الروب، لأنه مو مجرد تحسين بسيط، هو قفزة نوعية، وهو واحد من الأسرار وراء قدرة النماذج الحديثة على فهم نصوص طويلة جدا. وهنا تكمن العبقرية. بدلا ما نضيف متجه الموقع على متجه المعنى، تقنية روب تأخذ متجه المعنى نفسه وتدوره بزاوية معينة تعتمد على موقعه في الجملة. هذا التدوير يحافظ على العلاقة بين الكلمات بطريقة أكثر طبيعية ومرونة.
فنياً هذا التدوير يطبق على متجهات الكويري والكي داخل آلية الانتباه في ترانسفورمر. النتيجة: النموذج يصير حساساً جداً للمسافات النسبية بين الكلمات، وهذا غالباً أهم من موقعها المطلق، يعني المعنى يعتمد على مين جنب مين وكم يبعدون عن بعض، وهذا بالضبط اللي تبرع فيه تقنية روب. طيب، ما هي الفائدة الكبرى من كل هذا التعقيد؟ الجواب بسيط: القدرة على التعامل مع نصوص أطول بشكل هائل. هذا النهج أثبت أنه أفضل بكثير في التعميم على سياقات أطول من اللي درب عليها النموذج، وهذا شيء حاسم ومهم جدا للتطبيقات اللي نشوفها اليوم. يمكن كل الكلام هذا يبدو نظري ومعقد، لكن تأثيره على اللي يقدر الذكاء الاصطناعي يسويه اليوم مباشر وعميق جدا. خلونا نشوف كيف هذا كله يترجم على أرض الواقع. كل هذه التطبيقات تعتمد بشكل أساسي على فهم دقيق لترتيب الكلمات. في الترجمة الترتيب يغير المعنى تماما. في توليد النصوص التسلسل لازم يكون منطقي. وفي أنظمة الإجابة على الأسئلة من مستندات طويلة، القدرة على فهم العلاقات بين الكلمات عبر صفحات وصفحات أمر مستحيل بدون ترميز موضعي فعال مثل روب. وهذا الاقتباس يلخص الفكرة كلها ببلاغة. بدون هذه التقنية، الذكاء الاصطناعي بيكون كأنه يقرأ كومة كلمات مبعثرة، ما يقدر يجمعها في فكرة متماسكة. الترميز الموضعي هو الخيط اللي ينسج الكلمات هذه مع بعض عشان يكون نسيج المعنى. إذن شفنا كيف فكرة بسيطة وهي إضافة عنوان لكل كلمة اتطورت لتقنيات معقدة تدير المتجهات، وصارت هي العمود الفقري لقدرة الآلة على فهم اللغة. ومع تزايد طموحاتنا من تحليل جملة لفهم كتاب كامل، يبقى السؤال مفتوح: ما هو الابتكار القادم اللي رح يعلم الآلات هذا المفهوم البشري الأساسي، مفهوم الترتيب